يا صباح الخير ويا صباح الجمال عليكم وعلى عيونكم الحلوة يا حبايبي، وكل سنة وانتم طيبين وتكون سنة سعيدة عليكم وعلينا ان شاء الله. النهاردة كده يا حبايبي قمت بقى اشوف اعمل معاكم ايه يوم كده حلو خفيف على قلوبكم ان شاء الله. قلت اصحي العيال بقى واجهز لهم فطار. كده نونا صحيت. شوف هنعمل ايه مع بعض. بص، اول ما بقول اصحي العيال لقيتها بتقول لي بص انا عرفت ان انت هتصحيني، قلت اقوم. قلت لها ماشي يا نونا. بص بقى دوسولها لايك بقى عشان هي قامت ايه واتشجعت اول واحدة. شوف بقى كده انا عندي اكل ايه في التلاجة، طلع سخنهم كده. طلعت البطاطس، عندي بطاطس ايه اسخنها لهم، وخيار وقوطه. طبعا على ما اجهز الاكل هيكون كل ده الخيار والقوطه تاكلوا عامه يعني. بصوا، اي لقمه عندك في التلاجة طلعيها، مش لازم تقولي بقى جايز ايه واعمل ايه، لا شوفي لهم ايه اللي موجود عندك في التلاجة وقومي سخنيه واعملي غيره جديد يعني. نوعي كده. اي لقمه مش لازم تكون مكلفه يعني، لا قومي اي حاجه عندك حطها لهم وخلاص. شوفي هياكلوا ايه، اللي موجود اعمليه وهياكلوه. انما العيله تساليه هيطلب طلبات وانت تقولي ازاي، لا الموجود هو اللي هتاكلوه. هو كده. كده انا سخنت لهم البطاطس دي، انا كنت محمراها على فكره. قلت اسخنها لهم كده ياكلوها، جميله طعمها جامد اقسم بالله. سام لو رشيت عليها شويه دقه بقى تبقى طعمها زي العسل. بصي البطاطس الحلوه ديت اهي سخنتها، دي كنت مسخناها وعاملاها بالزبده، بس انا قلت ادفيها لهم بس عشان ما ياكلوهاش ساقعه كده. البطاطس احمرت اهي وخلاص خلصتها. بصوا الجمال بقى. دوسوا لايكات يا جماعه كتير بقى، لايكات كده كده. بصي، عايزه الفيديو ده يوصل للناس كلها. وبص يا احمد بدكم تدوسوا لايك. شفتوا اهو، مش انا قلت لكم على ما اخلص هيكون كان الخيار والقوطه. محمد بيسلم عليه باللانشو بقى. كده بقى هسخن الفول. حطيت على فكره معلقه زيت من الطاسه على الفول عشان ايه، اديله نكهه حلوه كده وطعم جميل. كده بقى انا قلت اجهز لهم الفطار بتاعهم واشوف انا هعمل اكل ايه. وانا بخلص المواعين كده اشطب معاهم الدنيا. اشوف بقى انا اعمل لهم ايه يعني. عمال فكروا معايا كده قولوا لي اعمل ايه. جو الشتا ومش عارفين والله، احنا زهقنا. كل شويه اكل ايه اكل ايه، مش عارفه زهقنا والله. مش عارفين هنعمل ايه. اللي عنده فكره يقول لي يعني، اللي عنده فكره نعمل اكل ايه يعرفني. كده اهو جهزت لهم الفول والبطاطس. وطبعا الخيار والقوطه اللي بتاكله. بس احمد برضو مصمم على اللايك ما تزعلهوش. كده بقى انا قلت اقف على الحوض. شفتي، روحي وتعالي، هو الحوض قاعد مستنيكي برضو. مش هيسيبك، هيروح فين. كده كان عندي شويه صابون، قلت بص محمد جيب سابي الاكل انا عايزه اشرب. يا ابني خد بدي، لا انا عايزه اشرب كوبايه تانية. محمد ده غريب. قلت بقى ايه، جبت سلكه نضيفه كده وقلت اغسل الكوبايات، بس يقول لي عايزه اشرب تاني. والله العظيم في اليوم ده تعبوني. انا قلت اكتم الصوت بقى كده واطلع لكم انا بقى اتكلم براحتي عشان خاطر ما تزهقوش منهم. يوم خفيف كده معاكم ان شاء الله. وقولوا لي ايه رايكم في الفيديوهات والحاجات اللي احنا عمالين نعملها. واكتبوا لنا تعليقات كده وقولوا لنا الدنيا فيها ايه يعني، عاجبكم الفيديوهات اللي احنا بنعملها ولا لا. ولو في فكرة في دماغكم عايزيننا نعملها عرفونا برضو. طبعا انتوا العيلة الصغيرة بتاعتنا كده ونكبر مع بعض ان شاء الله. ونبقى عيلة كبيرة على اليوتيوب بإذن الله. كده انا خلاص خلصت الكوبايات. هشطفها بقى. بص عايز يشرب. بصي، خلاص انا حفظته، هو عايز يشرب كل شوية عايز اشرب. هيخلص بقى اخواتي يقولوا عايزين نشرب يا ماما. كده بقى ايه، خلصت بقى بشطف الكوبايات عشان اغسل الاطباق وافضي الحوض واشوف انا هعمل ايه بقى. خلص كده. انا مبحبش اديهم ميه على الاكل عشان ممكن احمد يغرق نفسه يدلق الميه، يبقى انا ما استفدتش حاجه. لو ما يجوا انا اديهم بق الميه يشربوا. كده كنت بزعق على فكره بمسكت الحله وبزعق. كده بقى بغسل الاطباق. اهم شيء تروقي المطبخ والحوض، هي الدنيا راقت معاكي يعني. هو المطبخ والحوض هما اللي بيروقوا الدنيا. ازاي دي بقى، سبحان الله، تخلي الدنيا رايقه وجميله والله. وبتبقي عارفه انت عايزه تعملي ايه. انا كده بقى فكرت قلت اعمل ايه بقى معاهم. اعمل لهم النهارده شوربه خضار بقى جميلة. بس ما كانش عندي حاجات، ما كانش عندي جزر وكده. قلت اروح اجيب جزر من السوق واجي. ما عوقتش لما رحت السوق على فكرة. انا خلصت الحوض وقلت اروح السوق اشوف الدنيا كده اخبارها ايه. الحاجة دايما كده في الطالع وفي النازل، لسه مش عارفين الدنيا هترسى معانا على ايه. يا رب عدينا من الايام دي على خير ان شاء الله.
كده انا خلاص شطبت اهو، بلم اللي في الحوض هصبنه بقى عشان اشطف المواعين ديت عشان اخلص. بصي الحوض بيلمع ازاي جميل، بصوا الجمال. اشطب بقى واخلص. كل ما اشيل الغطا بتاع البوكس دوت احمد يطلعه، كل ما اشيله احمد يطلعه. مش عارفه بيطلعه ليه، أنا مش عارفه. بس هما شويه مواعين يعني خفاف مش كتار، يعني ما خدوش وقت معايا. فهم ايه كده. ساعات ببقى كسلانه ومش عايزه اقوم اعمل والله يعني. المفروض ما بنبيتش مواعين في الحوض، بس ساعات ببقى كسلانه، ساعات ببقى تعبانه مش قادره. خلصوا. بص هو اللي اتاكل الخيار والقوطه، هما كانوا سابوا كل حاجه وكلوا الخيار والقوطه. بص بقى كده انا خلاص خلصت. بس بقول لكم دوسوا لايك برضه، هو تمام كده. بص اهو رحت جبت جزر، جبت قوطه ولسان عصفور، وجبت صابون، وجبت خضره. صابون عشان كان عندي اخر كيس صابون، فانا ايه بدل ما يخلص من عندي اروح اجيب. بص بقى وضبت هنا معاكم جزر وبطاطس، وهنا بسله كانت عندي في التلاجة، وشويه البصل دول والجزر دول هيتحطوا على لسان عصفور، وحبيتين الطماطم عشان تديها طعم حلو كده. كده بقى انا هرمي البصلايه، احط البصلايه في هرميها، خدتوا بالكم؟ احط البصلايه في الحله، اشوحها تشويحه بسيطه كده، تقليبه بسيطه بس بمعلقه زيت واحده، ما تكتريش عشان تديها طعم حلو مش اكتر. بصوا الجمال بقى. كده هتنزلي بالجزر والبطاطس والبسله وتشوحيهم شويه، وبعد كده تحطي الحلقات بتاعها. لو مع بصي بقى ممكن تحطي لها كوسه، فاصوليا خضراء، تبقى جميله برضو بتديها طعم حلو. بس انا عندي لو حطيت لها كوسه حنين بس اللي هتاكل، واحنا هناكلها، بس عندي كريم ما بياكلش فيها الكوسه يعني، فعشان كده بعملها بالطريقه دي. ولو حطيت فيها فاصوليا خضراء مش هتتاكل، عشان ما عنديش حد بياكل فاصوليا خضراء، انا وامي بس اللي بناكل فاصوليا خضراء. بصوا كده بقى هديها بقى شويه شوربه. البسله على فكره ما تسيبهاش تفك منك عشان تبقى هي متخرزه، سيبها هي هتفك مع الاكل، حتى لو الطبيخ برضو سيبها تفك مع الاكل. كده يا جماعه بقى معلش انا ايه كده بس شوربه الخضار، انا مش عارفه انا بقول ايه، انا اصلا مصدعه والله. بس انا كده بس شوربه الخضار بقى واديتها تشويحه حلوه كده، ما تسيبهاش البصله تحمر. كده حطيت بقى حله اعمل فيها لسان عصفور، هحمره كده معاكم على طول، بس سايبه الزيت يسخن. شفتوا اللسان عصفور دول انا كنت جايباهم ب10 جنيه، عشان بس اللي عايز يعرف الاسعار ولا كده. انا قلت للراجل انا عايزه ب10 جنيه لسان عصفور، اداني دول، ما عرفتش والله وزن لي قد ايه. كده بقى ايه نحمر بقى اللسان عصفور مع بعض، اقلب بس شوربه الخضار شويه، عشان هي خلاص اول ما هسقي لسان عصفور وياخد غلوه شوربه الخضار خلاص استوت، عشان هي ما بتاخدش وقت برضه. لو البسله طازه يعني لسه عاملاها هتاخد معاكي وقت شويه، انما هي اصلا ما بتاخدش وقت في اي حاجه. كده الزيت سخن معايا بقى، احمر اللسان عصفور. كده بقى هنزل بالجزر والبصل وحبايتين الطماطم، وحاطه دجاج وفلفل اسمر وشويه ملح. عايزه تحطي دجاج حطي، مش عايزه براحتك، بس هو بيديها طعم حلو يعني. كده هسقيها بقى بالشوربه الجميله بتاعتنا. بصوا كده بقى بنقلبها الاول، سيبها ايه تاخد تقليبه بس بالتوابل بتاعتها مش اكتر. بصوا كده حبايه الطماطم، كده بنزل بالشوربه بقى. بس جمدي قلبك كده، اقفي في المطبخ واعملي اللي انت عايزاه. خلاص كده بقى هياخد غلوه، وكده نبقى خلصنا. وكده شوربه الخضار برضو استوت معانا. بصوا كده خلاص، هي كده الاكل خلاص خلص. ويا رب كده يكون الفيديو عجبكم، واللي اول مره يشوف القناه بتاعتنا ينزل يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش اللايك الجميل والتعليقات الجميله، ويا رب يكون الفيديو خفيف على قلوبكم.